السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني في كل مكان، أحلى متابعين وأصحاب وأخوات، بحبكم في الله. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما، ودايما متجمعين في الخير وعلى الخير. زي ما انتم شايفين الكيكة اللي احنا هنعملها النهاردة، الهايشة الهشة التحفة دي، اللي هي كيكة الفانيليا مع كيكة الشوكولاتة. هنعملهم الاتنين في صينية واحدة وهنريح دماغنا بمقدار واحد. بس الأول هوريكم هي قد ايه طالعة هشة جدا وقطنية وحلوة قوي. شايفين طبعا، يعني هي بنار الفرن اهي. لكن ما شاء الله، يعني كمان لو كنت صبرت عليها شوية قبل ما اقلبها كانت هتكون اعلى من كده. هنجيب الخلاط بتاعنا ونقول المقادير، نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 بيضات، طبعا بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا مادام بيض يبقى فانيليا على طول زي ما احنا متعودين. هنحط كده بكوين من الفانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا، زي ما يكون متوفر عندك اعملي. بعد كده بنحط كوباية من الكوبايات المعيارية سكر، تمام كده. وكوباية من الحليب، اللبن الحليب. طبعا المج زي الكوباية المعيارية بالظبط، هما مقاس واحد، اللي هي اكبر كوباية في الطقم الكوبايات المعيارية، فبنشتغل بيه او بالمج، هما واحد، لازم تكون المقاس واحد بالظبط. هنبدأ بقى نضرب ده كده، الكلام ده في الخلاط، و لحد كده ما نفك السكر. وبعد كده نبدأ نحط الزيت بقى برضو نص كوباية من الكوبايات المعيارية، اللي هي بتبقى تالت مقاس في الطقم بتاع الكوبايات. وبنبدأ برضو كده نحطه سنة بسنة كده. بعد كده بقى هننزل الدقيق، اللي هو عبارة عن كوبايتين من الدقيق، تمام كده. هننزله سنة بسنة، طبعا الدقيق ده كان منخول، تمام. هننزل بيه كده ونقلبه كويس. وطبعا بنحط معاه كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، يعني المتوفر عندك استعمليه. وبنحط كمان رشة ملح، تمام كده. وهنبدأ بقى نقلب كده الخليط كله في خليط الدقيق في الخليط السائل كده، لحد ما نقلبه كله في بعضه كده، وميبقاش فيه اي تكتلات خالص. تمام كده. اهم حاجة ما ننساش رشة الملح برضو، لحد كده بنحس ان القوام بقى مظبوط. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك معايا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكومنت حلو كده يديني حافز ودفعة ان اكمل بعد كده معاكم. زي ما انتوا شايفين قلبت كويس قوي. وبعد كده بقى ببدأ الخليط اللي انا عملته ده بقسمه نصين، تمام. بقسم نصه بيفضل ابيض كده زي ما هو، والنص التاني احط عليه ربع كوباية من الكاكاو او 3 معالق من الكاكاو الخام اللي هو المر، تمام. هنقلبه بقى كده. ولو احتاج معلقتين من اللبن بنحط له معلقتين من اللبن عشان يبقى قوام الكيكة واحد، تمام. هنبدأ بقى نكون دهنين الصينية بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها بالزيت او بالسمنة والدقيق، زي ما تحبوا اشتغلوا، او زي ما انتوا متعودين. وزي ما انتوا شفتوا كده انا نزلت بالفانيليا مع الشوكولاتة في وقت واحد، عشان احاول ان اخلي المقدار متساوي قد بعضه ونازل مع بعضه في وقت واحد. طبعا بقى انا يعني ايه بعمل كده شكل بالخلة كده، وفي نفس الوقت بفضي الهواء منها وبديها شكل جمالي. يعني هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180، هتقعد من نص ساعة لساعة الا ربع. المهم مش هفتح عليها قبل ما اشم ريحتها،
اول ما اشم ريحه الكيكه طلعت كده ريحه كيكه مستويه، مش ريحه العجينه بتاعه الكيكه، ابدا افتح عليها واشوفها، اختبرها واشوفها استوت ولا لا. طلعت زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميلة جدا وعالية وهايشة وقطنية، ويعني تحفة بجد. يعني كانت كيكة جميلة جدا يا جماعة، ما شاء الله. يعني كده ضربنا عصفورين بحجر واحد، عملناها نصين. بدل ما نعمل صينيتين من الكيك، عملناها كيكة فانيليا وكيكة شوكولاتة. طعمها حلو وشكلها حلو وموفرة. وبكده يعني زي ما انتم شايفين طلعت النتيجة اللي انا عايزاها، ما شاء الله جميلة جدا، هايشة وحلوة. طبعا أنا في اول الفيديو قطعت لكم من الشوكولاتة. ادي الفانيليا كمان لونها فاتح جدا ما شاء الله وحلوة، ومن تحت جميلة، سواها جميل جدا، ومن فوق تحفة ما شاء الله. سوا حلو وهايشة جدا وقطنية وحلوة. قطعناها بقى وبالهنا والشفا لكل اللي كل منها. وطبعا زي ما انتم شايفين كده النتيجة بتاعت الكيكة هايلة. وكده خلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون فيديو نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.